يمكن القول أن هذه البطولة كانت مشاركة قوية من حيث حضر 19 ولاية شاركت في هذه البطولة بعد مراحل تأهيلية الولائية والجهوية، والآن في المرحلة الوطنية أكثر من 260 لاعب ولاعبة. الظروف كلها كانت مهيئة لنجاح هذه الدورة، ويمكن القول نجاح هذه الدورة بأتم المعنى. يمكن كمديرية فنية يمكن القول أن هذه البطولة كانت مستوى فني رفيع جدا، واللي يخلي المدربين الوطنيين اللي حاضرين في هذه الدورة باش يديروا انتقاء اللاعبين اللي ان شاء الله بعد التحضيرات خلال شهر مايو وشهر جوان اللي عندهم بطولة افريقية للشباب اللي تكون ان شاء الله من 15 الى 21 في بوتسوانا. ان شاء الله النتائج تكون جد مرضية بعد التحضير ان شاء الله. بالنسبة للبطولة الوطنية للشباب يعني راهي تمر في احسن ظروف من ناحية تنظيمية ومن ناحية يعني الايواء وكل حاجة يعني. وبالنسبه للاعبين فيه تنافس قوي يعني في جميع الاصناف، وشفنا مباريات يعني جد شيقه يعني في الفردي ولا في الزوجي المختلط ولا في الزوجي ذكور واناث. يعني انا نتمنى التوفيق جميع اللاعبين، وانا يعني تقنيه وكمدربه فريق وطني هذه المنافسه حتسمح لنا الانتقاء يعني والتحضير جيدا للبطوله الافريقيه اللي حتكون في بوتسوانا يعني في شهر جويلية 2024. نتمنى التوفيق للجميع وشكرا لولايه شلف وبالتوفيق ان شاء الله.